السلام عليكم. حاسة بيكِ جدًا بردانة ومش قادرة تقفي في المطبخ كتير، وفي نفس الوقت عايزة تعملي أكلة مغذية وحلوة كده تدفّي في الجو الجميل ده، وبيقولوا عليها كمان شوربة الغلابة. ليه يعني هي شوربة العدس بتاعة الغلابة؟ طب إحنا غلابة، هنعملها وهنعملها بطريقة حلوة جدًا وسهلة أوي ومش هنقف أكتر من 5 دقايق. أول حاجة ده عدس أصفر عادي خالص جايباه من عند العلاف حتى كمان مش جايباه اللي هو الأكياس الغالي ده. الكيلو عندي باقسمه على 3 تِلتات يعني تقريبًا ده تِلت كيلو. هاجيبه وهانقيه كويس، هاغسله وبعد كده هاحط عليه مَيّة، مَيّة قد إيه؟ يعني مثلًا لو ربع الحلة عدس يبقى نزودها لحد النُص كده أو أزيد شوية. بعد ما ياخد غلوة و2 هاشيل أي ريم من على الوش، الريم ده يا جماعة على وش أي حاجة ما بيخلّيش طعمه حلو أبدًا. والخضار بقى يا جماعة حطّوا في العدس الخضار اللي أنتم عايزينه كلّه، بس اللي هو الأساسي يعني بيبقى مثلًا طماطم وجزر متقطّع مكعبات زي ما أنتم شايفين كده، وبعد كده باحط بصل، أنا باحب دايمًا البصل الأحمر عشان فيه مضادات أكسدة، أنتم ممكن تحطوا الأبيض عادي، باحط قرن شطة وده اختياري يا جماعة، وبعدين باحط بقى بطاطساية حلوة كده علشان تدّي له قوام، وده بقى بالنسبة لده إيه، ده التوم اللي أنا مفرّزاه من السنة اللي فاتت فاكرين؟ ده قعد مثلًا عندي بقى له سنة وشهر كمان والّا حاجة. وهنا بقى أنا باحط كوسة، بصراحة يا جماعة أنا ولادي مش بياكلوا الكوسة أبدًا، فأنا باستغل أي حاجة بتتوه فيها كده معالم الكوسة وباحطها، طبعًا اختياري. متخيلين بقى عدس وكمية الخضار الحلوة دي، القيمة الغذائية اللي فيها هتبقى عالية قد إيه، مضادات الأكسدة والفيتامين وكل حاجة حلوة حطيناها فيها. هاسيبها بقى تاخد غلوتين 3 زي ما أنتم شايفين كده، وبعد كده هاهدّي عليها خالص واسيبها حوالي تِلت ساعة، نُص ساعة. وأول ما أحس إن الخضار خلاص اتهرى أولهم الجزر أو أهمهم الجزر لأن الجزر أكتر حاجة بتاخد سوا خلاص باسيبه بقى شوية كده لحد ما يبرد خالص وبعد كده أضربه بالخلاط أو لو عندكم هاند بلندر ممكن تضربوه وهو سخن كده. وهنا بقى في طريقتين يا إما تعملوا زي كده تجيبوا قطعة سمنة وتحمروا فيها شوية من لسان العصفور يا إما تجيبوا قطعة سمنة وتحمروا فيها بصلاية بس أنا بصراحة بالنسبة لي البصل بيبقى تقيل شوية وأنا كده كده حاطة بصل وتوم والشوربة أصلا بتتسلق. بعد كده رحت ضربت بقى العدس كويس قوي في الخلاط وحطيته على لسان العصفور أول ما احمر كده وحطيت عليه بقى فلفل أسود وكمون وملح وفي ناس بتحط كزبرة وهافضل أقلِّب بقى كويس أوي كده لحد ما ياخد غلوة كده والّا 2، مش هاسيب التقليب خالص علشان ممكن الشعرية تلزق كده في الحلة وتضايقكم جدًا، المهم بقى نقعد نقلِّب كده ولو عايزين تزوّدوا حتّة سمنة كده حلوة ماشي ما فيش مشكلة. أنا عايزة أقول لكم إن العدس بالطريقة دي سهل أوي وطعمه حلو جدًا، وفي كمان حاجة يعني بس من غير ما تتهاجموني بقى في التعليقات، أنا ساعات باعملها إن أنا باحط نُص كوباية من الكريمة، يا نهار أبيض! بتودّي العدس ده في حتّة تانية خالص، العدس بالكريمة أو بنُص كوباية حليب حتى تحفة بجد حلو أوي. لأ مش نُص كوباية أوي يا جماعة، خلّوها كوباية حليب، أو كمان حاجة تانية ممكن تعملوها بشوربة العضم، ممكن بدل المَيّة أو اللبن أو الكريمة تحطّوا شوربة عضم برضه بيبقى طعمه حلو جدًا. يا جماعة أنا حمّرت شعرية مش لسان عصفور، وأنا طول الفيديو عمّالة أقول لسان عصفور، لسان عصفور، لأ يا جماعة هي دي شعرية مش لسان عصفور. يا رب تجرّبوها وتعجبكم وتقولوا لي رأيكم إيه، وألف هنا وشفا.